ما قابلتيش في الاول ريزيستنس من نوعيه طب انت يعني قعدت 5 سنين صيدله وفي الاخر هتبقي بتاع الدايت؟ طب هل مجال التغذيه هل هو تخسيس ودايت وبس، ولا الموضوع اكبر من كده كمجال كله على بعض؟ بص، هو الموضوع اكبر من كده بكتير، وده للاسف اللي بيعمل يعني سمعه سيئه لمجال التغذيه، ان الناس بتبقى فاكره ان هو انت تعالى انا هخسسك، اي حد هيعرف يخسسك. دي رساله موجهه لكل الناس ادعموا عيالكم. ادعموا عيالكم. طيب ايه مميزات المجال ده ككل حاجه بقى، يعني كشغل كفلوس كواجهه اجتماعيه؟ انا من اشد معارض الكيتو، معلش انا ما بمشيش على كيتو. جدع. انا عندي فكره ان انا ممكن اورك فروم هوم، دي ميزه ان انا اورك فروم هوم. ده حته حلوه قوي، ان انا مش شرط ان انا انزل كل يوم. الناس كمان بتسمع كتير قوي، مجال التغذيه المعلومات فيه كتيره جدا، فانا من اكبر المشاكل اللي بتواجهني ان انا بلاقي ناس بتقول لي ان انت بتجيبي ده غلط. اهلا بيكم، معاكم شاوي ومعاكم ستار، وده فارماكاست. اهلا بيكم في حلقه جديده من فارماكاست. طول عمرنا بناكل ومن غير ما بنحسب اكلنا ولا بناخد بالنا احنا بناكل ايه او بنعمل ايه، لكن مع الايام دي بدا يطلع شويه موجه تظبيط الاكل والفتنس والحاجات دي كلها. طلع بقى ايه مجال النيوتريشن والتغذيه كمجال شغل للصيادله. طيب عشان نعرف اكتر الصيادله وغير الصيادله كمان، بس يعني احنا يهمنا الصيادله عشان احنا دول التارجت بتاعنا، يهمنا الصيادله يشتغل فيه ومفيش حد من بره الصيادله يشتغل فيه. قلت لنا عشان نعرف اكتر عن مجال النيوتريشن والتغذيه، احنا معانا دلوقتي الدكتوره روان سامر، كلينيكال فارماسيست ونيوتريشنست بقى لها فتره كويسه، يعني حد اكسبرت ما شاء الله. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام زي الفل الحمد لله، ربنا يخليكم. قبل ما نبدا ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا فولو على صفحاتنا على السوشيال ميديا وهكذا. وما تنسوش طبعا لو الحلقه مهتمين بيها وتعرفوا حد مهتم بيها يا ريت تشيروا الحلقه معاه عشان كلنا نستفيد بيها. ما تنسوش كمان انكم تقدروا تسمعوا الحلقه على سبوتيفاي وابل بودكاست وجوجل بودكاست لو يعني مش هتتفرجوا عليها على اليوتيوب. وفي الاول خلينا نتعرف عليكي اكتر، تعرفين اكتر عن الباك جراوند بتاعتك، خبرتك كده خلال الكليه، خلال الشغل، بدات ازاي، وصلت لفين وهكذا. اول حاجه انا لسه متخرجه السنه دي، يعني الشهر اللي من شهرين كده. فانا كنت باديه بقالي سنه ونص في مجال التغذيه. اول حاجه خالص بدات بيها ان انا اخدت ISSA اللي هي البريسيجن نيوتريشن، وده من حوالي سنه بالظبط. يعني دي كانت بدايتي، وبدات على طول بعدها على السوشيال ميديا، وبدات احاول انشر فيديوز كتوعيه وكبابليك هيلث اكتر، ان احنا ازاي نهتم بمجال التغذيه وازاي نحاول نحافظ على اجسامنا وكده. والشهر اللي فات لسه مخلصه امتحان بتاع سكوب، الحمد لله بقيت سكوب سيرتيفايد في الاوبيزيتي مانجمنت، ودلوقتي شغاله في عيادات رايز اب في القاهره يعني از نيوتريشنست هناك. ده كده باختصار يعني. حلو يعني. ادينا بقى يعني جميل والله. ايه بقى الحاجات اللي قلتيها؟ بالظبط، تفصيل بقى، تفصيل بعد اجمال. ايه بقى ISSA والحاجات؟ اول حاجه خالص، انا اول لما حاولت ان انا ابتدي اشوف كده، طب انا لو عايزه ابتدي على السوشيال ميديا، طب ازاي اخلي الناس تبقى اكتر حاسه ان هي يعني بتثق فيا. ما انا لازم، انا ممكن قاريه مدوره كتير معلومات، بس في نفس الوقت ازاي الناس هتبقى واثقه فيا اكتر. فقلت اهم حاجه ان انا لازم اكون سيرتيفايد. فلقيت ان ISSA هي منظمه من بره، اوكي، كل ان هي بتدي سيرتيفيكيشن في النيوتريشن وفي الفتنس، فقلت ان هي دي تبقى بيزك حلوه ان انا ابتدي بيها. وفعلا هي دي اللي انا بدات بيها. هي بتدي بيزك نيوتريشن في كذا يعني سيرتيفيكيشن، بس انا اخدت ان انا ابتدي بالبيزك نيوتريشن، فبدات اتعلم اكتر افهم البيزك. وطبعا من فضل الكليه كان هو يعني ان انا مخلياني فاهمه كل حاجه. يعني كان في شابترز كتير قوي بتعدي، احنا كلنا واخدينها في البايوكيمستري، احنا واخدين بايوكيمستري 1 و2 و3 وكلينيكال بايوكيمستري، في الكارب وعارفين اللي فاتوا وعارفين الحاجات كل حاجه خلاص، والميتابوليزم والابزوربشن احنا الكريب سايكل دي احنا عارفين. بالظبط، الكريب سايكل دي خلاص يعني. فخلاص انا كنت بالنسبه لي ده كان سهل قوي ان انا الحاجات دي انا عارفاها، بلس بيزك بقى ان احنا كمان كلينيكال وايز احنا واخدين الديزيز شغال ازاي، والفارماكولوجي بتاع الادويه، وفارماكولوجي يعني كل الدراجز اللي احنا بتاعه الويت لوس، واي دراج تاني بيعمل سايد افكت. وكمان ان احنا واخدين كمان الدراج انتر اكشن والفود دراج انتر اكشن في الكليه. فده كان يعني مخليني ابقى يعني اضافه كبيره على المنهج اوريدي بتاع ISSA. بالظبط كده. فلو انا اوريدي عندي يعني ميديكال باك جراوند بلس ISSA هي بتديني اكتر في النيوتريشن، فده كان مسهل لي. فده انا خدتها وانا كنت بذاكرها وانا بذاكر الفاينل بتاع سنه رابعه، كنت هي والميديسن يعني كتاب الميديسنال 2 ISSA كنت بخلصهم مع بعض. وبعد كده كنت حاسه ان انا خلاص انا خدت البيزك بتاعت النيوتريشن، انا حاسه ان انا عايزه ازود النولج كلينيكال وايز. فكان قدامي بقى ان انا رحت بقى لسكوب، هي من الورد اوبيزيتي اسوسيشن.
فبدات بقى اشوف لا خلاص، طب هي بقى هتديني كلينيكال براكتس لو حد عنده ميديكال يعني مشكله ميديكال اكتر، حاجه في الثيرويد جلاند مثلا، حاجه يعني اي مشكله ميديكال هنقدر ازاي نتعامل معاها كمان بالتغذيه. طب انت ايه اللي دخلك مجال التغذيه ده اصلا؟ الموضوع كان بصدفه بحته. اول حاجه خالص انا من زمان جدا وانا مثلا في اعدادي انا نفسي مثلا ادخل طب علشان اتخصص تغذيه، وبعد كده مجموع الثانويه العامه دخلني صيدله، فقلت خلاص تخصص تغذيه برضه. بالظبط، فقلت اتس فاين خلاص، احنا يعني خلاص انا في صيدله، وفعلا حبيت مجال الكلينيكال قوي. نزلت كمان شفت بقى يعني اخدت كورس في جامعه زويل، فشفت كمان فهمت اكتر على يعني الكلينيكال بتاع الكلينيكال فارماسي، وحبيت مجال الكلينيكال فارماسي جدا. قلت خلاص انا هو ده مكاني والمستشفى هي دي مكاني. وبعد كده حصلت لي مشكله صحيه، فالدكتور قال لي ان انا لازم اخس يعني 7 ل 10% من ماي ويت. قلت خلاص حلو مش مشكله، يلا بينا هقرا، علشان انا بحب ايه اقرا في اي حاجه اي حد يتعب لو احنا رايحين معاه للدكتور لازم هنقرا. فقلت خلاص انا هقرا بقى واتعلم وهشوف، وبدات فعلا انزل تكست بوكس وانزل كتب كتيره قوي، وبدات اقرا واتعلم مع نفسي. وخلاص اي حد بقى عايز اي حاجه من صحابي من قرايبي كده اقول له بس خلاص تعالى بقى انا هقول لك ازاي تخس. ده انا عرفت بقى خلاص. فقلت خلاص طب ما انا عرفت، طب وبجرب في الناس، فضلت بقى اجرب في اخويا شويه، في بابايا شويه، اجرب في اهلي شويه، صحابي في الكليه وهكذا. فلقيت ان الموضوع ماشي حلو، اللي هو والله بعرف اخسس يعني يا جماعه. طلعت شاطره ولا ايه؟ طلعت شاطره ولا ايه؟ بالظبط. فقلت طيب خلاص، طب ما وهنا بقى اللي فكرت خلاص انا محتاجه اكون سيرتيفايد علشان ابتدي انقل النولج بتاعتي للناس، وكنت حاسه ان انا عايزه ابتدي اون سوشيال ميديا. انت اوريدي سيرتيفايد من ICSA ولا حاجه ثانيه؟ لا ده لسه البدايه دي. كنت لسه بقى ما اوريدي ما كنتش لسه سيرتيفايد. اوكي. كنت بقرا مع نفسي وبنزل تكست بوك وبقرا بجد وبذاكر كويس قوي في التغذيه، بس لسه ما فيش اي سيرتيفيكيشن في ايدي. فبعد كده قلت خلاص انا هبقى سيرتيفايد، وبعدها ابتدي بقى اون سوشيال ميديا، عشان قلت لازم بقى عشان ابتدي اون سوشيال ميديا اكون سيرتيفايد الاول. حلو ان ناس كتير قوي على السوشيال ميديا الفتره دي، حتى كل ما بتقلب ريل ولا حاجه بتلاقي حد يقول لك عايز تخس. الموضوع فايرال جدا. الموضوع فايرال جدا، بس طبعا الشاطر قليل. بالظبط الشاطر قليل وسط الناس دي كلها. حلو قوي. طب السوشيال ميديا بقى رحلتك بدأت ازاي على السوشيال ميديا دلوقتي؟ يعني ما شاء الله يعني قدرنا نعمل بيز لنفسنا يعني. فالنقله دي حصلت ازاي؟ بدات عادي جدا على السوشيال ميديا. انا كنت طول عمري بحب مجال الميديا، كان نفسي ادخل كليه اعلام برضه من انت يعني لا كده. فقلت خلاص انا هبتدي على السوشيال ميديا عادي جدا، هبتدي انزل فيديوز وستوريز ومش عارفه ايه. وكنت اصحابي بقعد انزل لهم قبل اصلا ما ابتدي خالص على سناب شات كده انا باكل ايه النهارده، طب بصوا الميل بتاعتي وستريكس بقى وكده. وبعد كده قلت طب خلاص ما انا ده بقى بدل ما بعمل ستريكس اعملها بقى ستوريز على الانستجرام، وابتدي ان انا اعمل فعلا على الانستجرام كده. وفعلا بدات واحده واحده كده، حسيت ان الموضوع لذيذ والناس بدات تسالني، تدخل على الدي امز تسالني طب نتصرف ازاي، طب نعمل ايه. الموضوع ماشي بقى الموضوع ماشي ارتجال ولا كان فيه نوع ما دراسه او لا كنت كده؟ لا ما انا كنت بديها بعد ما خلاص ان انا كنت سيرتيفايد اوريدي. لا اقصد از يعني ديجيتال ماركتنج استراتيجي او سوشيال ميديا استراتيجي. بدات اذاكر في الماركتنج برضو علشان ان انا قلت لا ما انا لازم برضو ابقى فاهمه حاجه ام الاختراع يعني. بالظبط كده. فقلت لا انا لازم ابتدي اذاكر شويه في الماركتنج، وبدات اتابع الناس على انستجرام وعلى تيك توك ليهم علاقه بالماركتنج، وبدات افهم في الماركتنج استراتيجيز وكده عشان اعمل لنفسي ماركتنج استراتيجي. بس بدات بيها فعلا يعني. بدات كده اتعلم بقى واحده واحده، بقيت ابقى فاهمه اكتر الناس عايزه ايه، طب الريتش بيقول ايه، طب انت شايفه الاوت كوم اللي جالك من ورا السوشيال ميديا كويس يعني كفيدباك او هو اكيد طبعا الناس بدات لما بقى في على السوشيال ميديا في ناس اوريدي فعلا بتابعني، فبقى في تراست ما بيني وما بينهم، وده بقى يعني اتحول بقى بعد كده للناس دي اتحولت لبيشنتس عندي سواء في العياده او ككلاينتس اونلاين. طب النقله بقى بين انا بنزل فيديوز او ريلز او حاجه عشان اقول معلومات والناس تعرفني الى لا طب ما ايه رايكم متابعه شهريه، ايه رايكم نعمل اوفر في سيل على مش عارف ايه. لا ده بي تو بي سيل كده صعب يعني عارفه النقله بين انك بتقدم معلومه الى انك بتقدم سيرفيس بتحتاج نوعا ما جرأه او يعني في بتحتاج ان احنا نعمل تراست الاول، ان انت تعمل تراست مع الناس اللي بتشاهدك او المتابعين بتوعك او الفولورز. وانس ان بقى في تراست وان هم بقوا حاسين ان هم مش مجرد بس يعني انت بالنسبه له مش انا بالنسبه لي ده مش كلاينت، انا بالنسبه لي ده بني ادم انا محتاجه ان انا ابني معاه تراست، وبعد كده هبتدي بقى ان هو خلاص. بس بالنسبه لك انت شخصيا يعني القفز او يعني اخدتيها بعد جرعه قد ايه كده؟ بيشجعوني بقى لا كانوا يعني كلهم بيشجعوني يعني. لا هي بس اول كلاينت غالبا فاهم هو الحاجز ده والله طبعا لغايه النهارده. شفت بقى؟ لا مش هينفع اطلع صوره ان الكلاينت بتاع بره لسه معايا لغايه النهارده. حلو والله يعني لسه معايا لغايه النهارده، لسه بنتابع مع بعض. حلو قوي ما شاء الله. كده بدا بقى يعني يجيب لي اخته والناس بقى قرايبه واصحابه وكده. طب كويس. طب هل مجال التغذيه هل هو تخسيس ودايت وبس ولا الموضوع اكبر من
كده كمجال كله على بعض؟ بص، هو الموضوع اكبر من كده بكتير، وده للاسف اللي بيعمل يعني سمعه سيئه لمجال التغذيه. ان الناس بتبقى فاكره ان هو انت تعالى انا هخسسك، اي حد هيعرف يخسسك. في اصلا انت لو فتحت على جوجل كتبت نظام دايت هيطلع لك مليون نظام دايت. بس هي الفكره مش كده، هي الفكره انت بتتعامل مع بني ادم. بني ادم ده عنده مشاكل كتيره، عنده مشاكل نفسيه، عنده مشاكل اجتماعيه، عنده هو احنا بنعتبر البني ادم كومبلكس، يعني في كومبلكسيتي. فانت المفروض تبتدي تفصصها وتبتدي تحلها وتشوف المشكله بتاعته فين، تدور هل هو عنده مشكله صحيه. انا بالنسبه لي هو مش بس انا هعمل ان انا هخسسه، لا انا عايزه صحته تبقى كويسه، ما يطلعش من عندي عنده ايتنج ديس اوردر، عنده مثلا بنج ايتنج ديس اوردر، او عنده مثلا بوليميا. الحاجات دي كلها موضوع عايز احسن جوده حياته عموما. بالظبط، انا عايزه اخليه يعمل لايف ستايل، اللايف ستايل ده هو هيمشي عليه بعد كده. ومش بس كده، لو حد مثلا عنده دايابيتس، حد عنده انسولين ريزيستنس، لا هو فعلا بعد كده بعد المده دي هو فعلا يلاقي تشينج. يعني هو ده بيبقى هدفي في الاخر. ما قابلتيش في الاول ريزيستنس من نوعيه طب انت يعني قعدت 5 سنين صيدله وفي الاخر هتبقي بتاعه دايت في الاخر؟ يعني ما قابلتيش النوع ده؟ لا بصراحه يعني لا بصراحه ما قابلنيش. وبصراحه يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني كل ماي فاميلي كانوا سبورتيف جدا ليا، وكل يعني ماي فاميلي ممبرز كانوا فعلا سبورتيف قوي. فما حدش خالص، بالعكس هم كلهم كانوا شايفين اللي هو لا جو اون، ولو انت حاجه بتحبيها اعمليها. يعني دي رساله موجهه لكل الناس ادعموا عيالكم. ادعموا عيالكم. يعني ربوا عيالكم وكلامهم. خد بالك ان احنا مستمر، بس ادعموا اصحابكم، لاي حد. ودعموا فارماكاست بلايك وفولو، يعني ادعمونا عادي. وفعلا صحابي كانوا من اكتر الناس السبورتيف، واللي هم يعني كانوا فعلا صحابي اول مثلا ما بدات خلاص نزلوا جابوا لي الرينج لايت وجابوا لي التولز بتاعه التصوير وكده، فكان برضو صحابي اللهم والله يا رب مش الا من دي. والله حلو. طب جوينج باك تاني للاي اس اس اي والسكوب، لو انا عايز انرول فيهم يعني ايه الباثوي ده اللي اخدتيه، او انت حكيتي لنا ايه هم؟ لو انا عايز انرول فيهم او عايز ادخل في الموضوع ده. الموضوع لا بيبقى سهل قوي عشان هو اونلاين، وانا ده كان بالنسبه لي حاجه ان انا الاول الاي اس اس اي انا خدتها في فتره الكليه، فانا بالنسبه لي كانت هي سهله قوي علشان انا كنت محتاجه حاجه اونلاين. الكليه عندنا سكاشن وغياب وحضور ومش هينفع اروح في اي حته، فكنت عايزه ابتدي بحاجه اونلاين. فكانت الموضوع سهل ان انا اذاكر اونلاين، بذاكر جنب الكليه، بذاكر في الوقت اللي يريحني معايا وقتي. فده كان بالنسبه لي سهل قوي. لو اي حد عايز ينرول يعني في الحاجات دي بيبقى اونلاين. احسن حاجه ابدا بيها لو انا لسه داخل مجال الاي اس اس اي. اهم حاجه ان هو كمان ان احنا نكون قاريين، ان احنا نكون عندنا اوريدي نوليدج عشان الموضوع يبقى سهل، ما ياخدش مننا وقت. صيدلي يعني احنا بنتكلم في الاغلب كده ان احنا نبقى قاريين كمان. يعني انا بالنسبه لي ان انا كنت قاريه من زمان، ده كان مسهل لي، بلس بقى ان انا اوريدي عندي نوليدج من الكليه. كويس جدا. طب هل نوليدج الكليه، بما ان برضو المجال ده نوعا ما فايرال اليومين دول وبقى فعلا اي حد ممكن يخش فيه من ايا كان هو تخصصه ايه كليته ايه ايا كان، فهل سوق العمل هو سوق العمل بالهمزه. فهل الصيادله ليهم نوعا ما ميزه بيلت ان كده في الكليه بحكم طبعا الدراسه، بحكم كده في ميزه نقدر نستغلها ونبني عليها بحيث ان احنا نتميز عن غيرنا؟ بجد ان احنا بنبقى فاهمين كمان فيسيولوجي البني ادم شغاله ازاي، فاهمين كل حاجه. فده بيبقى سهل قوي ان انا ممكن اشوف عند حد مشكله فانا ابتدي اجمع. انا مذاكره فارماكولوجي، يعني يعني القسم ده يعني مؤثر فيا جدا بجد، ساعدني ان انا ابقى فاهمه. ممكن حد يكون بياخد دواء انا اخد بالي طب ما هو سايد افكت، ما انت بتاخد، انت عندك ديبريشن، انت بتاخد انتي ديبريسنت، فانا في دماغي طب ما هو ده اللي ممكن يكون مسبب لك المشكله اصلا ان انت بتجين ويت. فهو ان انا بقى كان ده بيساعدني ان انا ابقى مجمعه يعني كل مش حاجه الكل يفهمها. يعني لو حد بيسمع كابتن جيم او حاجه ممكن مش مجمع اصلا، هو خد فيتامين د وزنك وظبط اكلك وخلاص. ظبط اكلك وخلاص. وده اللي انا بشوفه حاليا دلوقتي، ان هم ناس فعلا بيجوا لي هم مثلا من حد ما عندوش ميديكال باك جراوند وبيبتدي يدوهم، فده بيعمل لي مشكله ثانيه في حته ثانيه. فده كان بقى مساعدني ان انا عندي ميديكال باك جراوند، احنا عارفين الجايد لاينز، عارفه لو انا مثلا حتى معلومه انا مش عارفاها طب انا هدخل ادور في انهي جايد لاينز بالظبط. فده كان مسهل لي الموضوع قوي. برضو نوعا ما برضو فكره بحر المعلومات اللي اتكلمنا عنها قبل كده، برضو كونسبت انك تبقى عارف انك مش عارف. لو انت عارف انك مش عارف هتدور على المعلومه هتعرفها. بالظبط. لو كيس جايه لي جديده انا مش عارفه، لا خلاص انا ببتدي ادور في الجايد لاينز، افتح بقى تكست بوك او افتح جايد لاينز اب تو ديت على حسب وات ايفر انا المشكله جايه لي منين، وابتدي اعرف فيها اكتر. نوعا ما برضه دراستنا في الكليه بتعرفنا الجزء ده كويس. انت ناقصك ايه، بتعرفك انك ناقصك حاجات كتير عموما، بتعرفك ان انت بتتعامل مع عموما جسم الانسان حاجه يعني ايه لا تحصى ولا تحط بيها عموما يعني. بالظبط. فبتعرفك انت داخل على ايه، لازم تفضل دايما ابديتد وهكذا. بالظبط. طيب ايه مميزات المجال ده؟
ككل حاجه بقى، يعني كشغل، كفلوس، كواجهه اجتماعيه، كمستقبل، ايه هو مميزاته؟ لا، هو بجد المجال حلو قوي. أو عشان انا بحبه، فانا بحس ان انا لما كل ما حد يبقى حابب الحاجه اكتر كل ما هيعرف يدي فيها اكتر. الموضوع فيه انت لو هتعرف تتعامل مع البيشنت، هو البيشنت اوريدي انت لا حلو ان انت هتتعامل مع ناس كتير كل يوم، هتتعرف على ناس جديده. ممكن في منهم في الاخر بيبقوا فعلا صحابي. يعني احنا خلصنا يعني مثلا سبسكريبشن، بس في الاخر احنا بقينا صحاب. حتى الفولورز على الانستجرام لا ده بيخلوني ان احنا في لينك ما بينهم، فده حلو قوي. الشغل برضو لذيذ، احنا مش بندخل مثلا عمليات، مش شغالين في حته صعبه. ما مثلا الموضوع لذيذ برضو في الهادي، بس في نفس الوقت يعني في ضغط برضو بيبقى ماني وايز برضو كويس لو احنا برضه حاسس عشان لازم تبقي فاكره كل كلاينت، ولا انت بتظبطي الدنيا ازاي؟ يعني انت مثلا عندك 3 كلاينت المفروض تظبطيهم النهارده، يعني هو بقى عايز يقول لك ياكل ايه النهارده، بنعمل بتقعدي بقى تفتكري مين فيهم. صدقني الموضوع بيبقى صعب قوي، بس في الاخر لا بقيت كل حاجه لازم بتتكتب. يعني بقى معايا نوت بوك كده صغيره ماشي بيها، افتح الشنطه الاقيها على محمد النهارده اكل بالظبط كذا كذا كذا. فالمفروض ببقى وفعلا بنسى في الاخر. يعني انا ببقى ثانيه واحده كده، هو مين اللي بيكلمني، عشان انا اصلا ناسيه مين اللي بيكلمني. على ايه بالظبط؟ انا من اشد معارض الكيتو، معلش انا ما بمشيش على كيتو. جدع. هنرجع تاني مميزات بقى. نرجع كمان ماني وايز، لو احنا عرفنا حد يعني يعمل انفستمنت صح فيه يبقى كرييتيف اكتر. لو كمان على السوشيال ميديا نبقى كرييتيف اكتر، ممكن لا يبقى الانكم كويس، بس ده بتديبند على شخصيه وشخصيه. اوكي، طب هل انت جربتي مثلا حاجات تانية ولقيتي انه في ميزه، لا في ميزه تنافسيه صارخه بين ده ومجال مثلا تاني زي الصيدليات، زي شركات، زي مصانع، ايا كان؟ والله انا لسه ما لحقتش اجرب. لسه في المرحله بتاعت التجربه. انا حاسه ان انا عندي فكره ان انا ممكن اورك فروم هوم، دي ميزه ان انا اورك فروم هوم. ده حته حلوه قوي، ان انا مش شرط ان انا انزل كل يوم، في فلكسبيليتي في الوقت، في فلكسبيليتي في الوقت ان انا اقدر اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، علشان لو انا هشتغل اونلاين بس. طبعا لو انا في العياده لا، فده بيبقى ليها مواعيد وليها حاجات ثابته بس بتختلف يعني. اوكي، حلو قوي. ايه العيوب بقى بالظبط؟ يعني فاهم، احب اسال العيوب عموما اكتر من المميزات. sometimes بتكون هندلة البيشنتس صعبة شوية. الناس كمان بتسمع كتير قوي، مجال التغذية المعلومات فيه كتيرة جدا. فأنا من أكبر المشاكل اللي بتواجهني إن أنا بلاقي ناس بتقولي اللي أنت بتقوليه ده غلط أصلا. طب أنت جاي ليه وأنت بتقول إن أنا غلط؟ بقى ما تصغرناش بقى. البيشنت هايلي ايديوكيتد دلوقتي، بس مش كل معلوماته مظبوطة. وكمان إن في فرايتي للمعلومات كتير قوي دلوقتي، فبتخلي إن أنت هو قدامه معلومات كتير قوي، فهو بيجي أصلا مجرب حاجات كتيرة وعامل غلطات بشعه. وماشيين على انظمه ممكن تكون ودت الحرق، يعني خلاص ضيعته. الحرق عندي ضايع بسبب ان هو قاعد يسمع مش عارفه انا هاكل بس النهارده الصبح خيارتين وبالليل زبادي ومش عارفه ايه. sometimes كمان البيشنتس بيكونوا صعبين، ان هم كل شويه حد عايز يفضل يتكستني يقول لي انا كل شويه اكلت ايه، فاللي هو انا بنسى كمان. وسometimes ما بيكونوش فاهمين ان انا كمان عندي سوشيال لايف، انا كمان عندي حياتي في مواعيد عمل، انا عندي اكل عايز اكل كمان. انت ما بترديش علينا ليه يا دكتوره؟ انت ما بترديش. فبدات مثلا اللي هو لا، هي مثلا حد تقمص مني عشان ما بردش، فاللي هو انا والله العظيم يعني برضو ليا ماي سوشيال لايف، ليا حياتي الثانيه. التعامل مع الناس بيبقى صعب، حتى في الكوميونتي فارماسي برضو. طبعا البيشنتس دماغهم ناشفه عموما، يعني على الاقل في الكوميونتي انت واقف في المكان، مش واقف مش هيجيبك. لو جبنا عليك والله مسحهم والله بجد بالظبط كده. طيب دي كانت يعني اكتر حاجه، ان هو البيشنت فعلا دلوقتي بيجي يعارضني اللي هو اللي انت بتقوليه ده غلط. هل برضو المذاكره انت لازم تكيب يور سيلف ابديتد، يعني كل شويه بتمثل عليكي حمل برضو لود اكتر؟ هو كده انا بحس ان احنا لازم نبقى دايما على طول ابديتد. احنا الجايد لاينز كل يوم بتتغير، يعني كمان الادويه الجديده اللي بتطلع، فانت لازم تبقى عارف الميكانيزم. طب ايه الادويه ايه الاحسن؟ طب ايه الريسيرش بيبر اللي اتعملت؟ طب ايه التريلز اللي طالعه دلوقتي؟ فلازم تبقى على طول ابديتد بكل ريسيرش وكل حاجه. بس البالانس بقى بين الوقت بتاع المذاكره ووقت الشغل عامل ازاي؟ بصوا انا عشان احنا لسه في الاول ولسه الدنيا يعني يعني بعرف اعمل بالانس، سبيشلي خلاص ما بقاش في ضغط الكليه، فانا عارفه اعمل البالانس ده. بالظبط، ارتحنا الحمد لله. اول حد يوافقني في الموضوع ده. شكرا والله بجد. يعني اتليست ما بقاش في سكشن الساعه 8 الصبح. اتليست شوف الناس بتفهم والله العظيم. الحمد لله. طيب الكلينيكال او النيوتريشن بشكل عام، يعني في بنسمع حاجات كتير متفرعه منها، كلينيكال نيوتريشن، سبورت نيوتريشن، بيدياتريك نيوتريشن.
ايه الدنيا، ايه الحاجات دي؟ هل دي اقسام متخصصه ولا؟ هو فعلا في اقسام كتير قوي، او يعني كل واحد ممكن يتخصص في حاجه اكتر. يعني سبورت نيوتريشن بنهتم اكتر بتغذيه الرياضيين باين. قوي بس برضو دي بتختلف. غالبا اشهر واحده عند الناس، يعني غالبا اي حد بالظبط. بيجي دماغه نيوتريشن والناس دماغه. الاثليتس كمان بيبقوا عايزين يعرفوا هياكلوا ايه قبل التمرين وهناكل ايه بعد التمرين وهكذا. وفعلا التغذيه بتفرق قوي مع الرياضيين. يعني مثلا لو قبل البطوله احنا اهتمينا جدا بالتغذيه بتاعتهم، ده فعلا بيفرق. وده من الحاجات اللي انا دلوقتي بدات اقرا فيها زياده علشان اساعد الرياضيين اكتر. الناس اللي هم مثلا بيلعبوا، كل واحد بقى مثلا لعبه مختلفه، اللي بيلعبوا كوره ومثلا بيلعبوا تايكوندو، كل واحد بيبقى مثلا بيلعبوا جيمناستكس او كده. كل واحد بيبقى على حسب طبيعه رياضته الاكل شويه بيختلف، وعلى حسب مده التمارين، وعلى حسب مده مثلا الماتش اللي هو بيلعبه، فده بيختلف قوي. في كلينيكال نيوتريشن، ده بقى اللي هو الكور بتاعنا كصيادله. كلينيكال نيوتريشن اللي هو دلوقتي اوريدي موجود في معظم المستشفيات، اللي هو احنا بناخد التي بي ان، توتال بارنترال نيوتريشن، او البارنترال نيوتريشن. مثلا مريض مش عارف ياكل، مش قادر ياكل، طب احنا هناكله ازاي؟ ممكن ندخله مثلا النيزوجاستريك تيوب اللي بتدخل من المناخير على طول على الاسوفجس، ممكن ندخله بارنترال يعني على طول وريدي، تغذيه وريديه. فعلى حسب بقى كل واحد يعني ممكن. بس ده مجالنا احنا بس كصيادله، ما حدش بقى بيقدر يدخل في حاجه زي كده. مجال برضو تغذيه الاطفال الناس اللي عندهم مشاكل. في برضو كمان التغذيه، الناس بتبقى فاكره ان هي تخسيس بس، لا، في نحافه كمان، الناس اللي عايزه وزنها يزيد. ففي كذا حته يعني. هل دي حاجات بقى مثلا سبيسيفيك قوي محتاجه مثلا اخد دبلومه للسبورتس نيوتريشن انت كل حاجه توديني في في حته. حاجه مثلا السبورت نيوتريشن دي بتبقى من مثلا الايس مثلا، هي اللي عامله، والاي اس اس اي برضو عامله في سبورت نيوتريشن. مجال الكلينيكال فارماسي بقى فيه بقى البورد الامريكي مثلا في النيوتريشن او كده، برضو في يعني كل حاجه على حسب بقى كل واحد هل عايز كل إيه. واحد من دول كارير لوحده ولا ممكن حد يجمع ما بين اكتر من حاجه مع بعض؟ ممكن حد يجمع ما بين اكتر من حاجه، وده برضو اللذيذ في مجال التغذيه. مفتوح نوعا ما، مرن، تقدر تكون ماسك اكتر من حاجه. حلو، ده بس لذيذ. ان لا حد يكون بيقرا كتير، بيطلع كتير، بياخد بقى سيرتيفيكيشن علشان يبقى اوريدي سيرتيفايد ان هو يعمل حاجه زي كده. حلو قوي. طيب واحنا في الكليه، يعني مثلا لو لسه بننصح الطلبه فتره الكليه حاليا، ايه المواد اللي ممكن اكتر يركزوا عليها، اللي ممكن تسهل عليهم لو حد عايز يدخل مجال النيوتريشن، ممكن يوفر على نفسه وقت بدل ما يرجع يذاكرها تاني؟ ايه الحاجات بقى اللي اهتم بيها؟ اهم حاجه البايوكيمستري. في ناس ما بتحبهاش بس والله فعلا هي ساعدتني قوي. البايوكيمستري كانت من اكتر الحاجات فعلا اللي ساعدتني ان انا لا، طب ما انا في شابترز كامله انا اوريدي خلاص مذاكراها كويس قوي، يعني انا ممتحنه فيها 300 امتحان، فخلاص البايوكيمستري. الفارماكولوجي برضو كانت من اكتر المواد برضو اللي ساعدت معايا قوي. الكلينيكال بقى فارماسي، حته الكلينيكال فارماسي برضو ساعدتني قوي ان انا ابقى فاهمه الديزيز المختلفه. كل ديزيز المفروض طب اصلا المشكله فين، طب الباثولوجي بتاعته ايه، طب التريتمنت اصلا حل التريتمنت بتاعه هيتعارض مثلا، او لو انا اكلته اكل معين هل ده هيأثر على الديزيز بشكل سلبي. فبرضه ده من الحاجات اللي ساعدتني قوي، والثيرابيوتكس والحاجات دي كلها. طيب في ناس كتير دلوقتي في الكليه بتحس انه انا ما عنديش بلان، وبتفضل بقى حته التوهان دي مطوله معاهم شويه. هل انت كنت من النوع ده، ولا كان عندك بلان وناوي على حاجه؟ هل دلوقتي عندك بلان ولا مش ناوي على حاجه؟ هو انا في الكليه كنت في اول الكليه خالص لا، كنت زي اي حد، انا تايهه جدا، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اصلا. احنا عندنا الكليه فيها مجالات كتيره قوي، احنا عندنا ممكن مجال الكوميونتي، مجال الهوسبيتال، الكلينيكال، في مجالات كتير قوي. فانا كنت فعلا تايهه في الاول، وبعد كده هو بحس ان ربنا بعد كده بيحطنا على الطريق لما نبتدي احنا ندور نقرا في حتت مختلفه. كل واحد لما هيبتدي يقرا في مجالات مختلفه في حاجات مختلفه هيوصل هو ايه اكتر حاجه حاببها يعني. فانا لما بدات اقرا مثلا في مجال النيوتريشن عرفت لا، ان هو ده الباس بتاعي، او هو ده اللي انا المفروض اكمل فيه. فكل واحد كده ربنا بيبقى كمان حاطط له طريق هو المفروض هيمشي فيه. حلو، اسعى وطريقك فضح امامك باذن الله. بالتوفيق لكل اللي بيسعى. في نهايه الحلقه بنشكرك جدا، نورتينا النهارده في انا انبسطت بيكم جدا وانبسطت معاكم النهارده جدا. ربنا يخليك، احنا استفدنا على المستوى الشخصي والحلقه جريت مننا، فسعداء جدا النهارده. الله يخليك، ميرسي قوي. هسيب لكم طبعا بقى لينكات الدكتور في الديسكربشن، لو حد يعني عايز يستفيد. لو انت يعني عايز تستفيد هتلاقي الاستفاده اكيد. ودي كانت نهايه الحلقه النهارده من فارماكاست. انا اتمنى ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالحلقه واستفدتوا. واي حد عايز يدخل مجال النيوتريشن ياخد باله انه مش بس سبورتس نيوتريشن، عشان اغلب الشباب كلهم بيروحوا ياخدوا نيوتريشن عشان يعملوا عضلات. ياكل كويس الاول وبعد كده ياخد باله من اهتم بنفسك، صلي عموما، قرب من ربنا اكتر، يعني الحاجات دي كلها مهمه مع النيوتريشن. يعني اعمل فولو، تقنع الناس يعني اعمل طبعا مره اولى، اعمل فولو، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. شوف مستني مين الحلقه الجايه، شوف عايز تعرف عن ايه اكتر، وبس قول لنا ونشوفك الحلقه الجايه.